المحاضرة اللي فاتت اتعلمنا نجيب أول عميل، صح كده؟ زميلتكم أسماء جابت 6، وزميلكم أحمد مش عارف جاب كام، بيقول عدد كويس، يعني اكتب لي العدد برضه يا أحمد. وزميلكم أحمد جاب إيه؟ جاب عدد برضه. حلو كده؟ حلو جدا. النهارده بإذن الله هعلمك إزاي تحول العميل اللي أنت جبته الجديد ده، اللي خلاص اشترى منك وبقى جديد عندك، عميل جديد، عايزك تحوله لعميل دائم. يعني ايه عميل دائم يا شباب؟ اللي يعرف يرفع ايده. قول يا شهد. هو في حاجة بيعملها بعض مثلا اسمه ايه ده، الستورز اللي بتبقى موجودة اونلاين وكده. لما بيبقى في مثلا انا اشتريت من عندهم مرة وكده، فبيعملوا لي بقى حلو. لما مجرد ما ينزلوا حاجات وكده، فالمهم ان اول حد يفكروا فيه هو انا المشتري، لاول مرة اول ممتاز. حد يفكروا فيه هو انا، فيقوموا يبعتوا لي برافو عليك. ايميل دائم ان هو اول ما يعوز الحاجة وكده يلجأ لي انا. ممتاز يا شهد، برافو عليك. زميلتكم شهد قالت لك يعني ايه عميل دائم. لما افكر في ان حد اشتري منه، هو هيبقى اول حد اشتري منه. حلو كده. انا مش هشتري حلويات غير من محل كذا، انا مش هشتري كشري غير من مطعم كذا، انا مش هاخد كورسات غير مع بلو كامب، انا مش هاخد كورسات غير مع ساينس ايديز، وهكذا. خلاص انا متعلق بالمكان ده. هو ده العميل الدائم يا شباب. انا عايزك النهارده بقى تتعلم. العميل اللي انت بعت له اول امبارح ده، مش عايزه ينساك، عايزه خلاص يتعلق بيك، بحيث ان هو اي حاجه عايزها في المجال بتاعك يجي لك انت، ما يروحش لحد تاني. بل كمان لو في حاجه ممكن تكون مش عندك، يجي يسالك عليها عشان تعملها له. حلو كده يا شباب. حلو جدا. ده ان شاء الله محتوى المحاضره بتاعتنا النهارده. مش عايز اطول عليكم، فنبدا الاول كده يا جماعه، نبص بصه كده على التاسك اللي احنا عملناه. ثانيه واحده. انا قلت لكم ايه؟ التاسك اللي بعته لكم النموذجي ده، او مش النموذجي، تاسك زميلتكم، وقلت لكم رايكم فيه ايه. حلو جدا. تعالى نفتح التاسك كده مع بعض يا شباب ونصححه مع بعض. اولا التاسك اللي انا بعته ده بتاع مين؟ ها؟ بتاعي انا دكتور شهادة معروف. انا حلو جدا. ممتاز يا شهد، برافو عليك. انا عجبني جدا التنظيم والفايل بشكل حلو، ممتازه جدا. حلو. بدايه الحوار بين سلمى صاحبه الموقع وشهد اللي هتنفذ. مين سلمى؟ دي سلمى سلمى معانا؟ صاحبتي. لا مش موجودة معانا، هو حضرتك مجرد ما قلت لها على التاسك وكده، فأنا دي صاحبتي، فأنا سألت في جروب لينا يعني وكده، حد عنده مثلا فكرة مشروع عايز، فسلمى كانت أول حد يرد وكده، قالت إن هي يعني عندها ستور وكده، فحابة تعمل اللي هو فكرة ويب سايت اللي هو تسوق للكتب بتاعتها وكده، كتب أونلاين يعني. برافو عليك. يعني انت اللي هتعملي لها الويب سايت ده، صح كده؟ هو أنا ممكن أعمل لها الويب سايت عادي وأسوق لها برضه في نفس الوقت عادي. طب جميل. سلمى بتقول لي لشهد ايه؟ شهد انا عندي موقع لبيع الكتب اونلاين، وعايز اعمل له خطه تسويقيه بحيث يظهر للناس وتشوفه. تمام. حضرتك عايزه تعملي ويب سايت، او خلينا نقول مكتبه الكترونيه. حلو جدا، ماشي. او ممكن حتى تسوقي لها من غير الويب سايت يا شهد، صح ولا لا؟ أيوة، بما إن هي عندها ستور كده كده يعني. حلو. هي جايه لك كمسوقه، صح كده؟ اه بالظبط. جميل. في الاعلانات والدعايه قالت لك هنبدا نعمل اعلانات للويب سايت بشتى الطرق. تمام. مم. ممتاز، برافو عليك. هي عندها محل يا شهد، صح كده؟ أيوة بالظبط. ممتاز. فكره حلوه جدا. في الاعلانات والدعايه بدات تنزل اعلانات للويب سايت بتاعها، وممكن برضه على السوشيال ميديا تنزل اعلانات بنفس الطريقه. وحته الايفنت اللي قلتي عليه ده او المعرض، حلو جدا 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 بالنسبه للاعلان. ممتازه الحته دي. ايه رايكم في حته الاعلانات والدعايه يا شباب؟ بصوا يا شباب، عايز افهمكم حاجه. لما تيجي تخطط لحاجه او تخطط لمشروع، او تخطط تعمل خطه تسويقيه والكلام ده كله، قعده الترابيزه والورقه والقلم اللي انت قاعدها دي تختلف اختلاف كبير على ارض الواقع. ما تحاولش، مهما قعدت ومهما قعدت، لو قعدت سنين تخطط، هتيجي تنزل ارض الواقع هتلاقي اختلاف. لازم، ده حاجه ثابته. حلو كده. فانت لما تيجي تفكر، بتفكر بطريقه مبدئيه، علشان لما تنزل على ارض الواقع بعد كده باذن الله تلاقي ايه؟ تلاقي التغذيه الراجعه بقى. عارفين التغذيه الراجعه يعني ايه؟ لا والله، ده انا اكتشفت حاجه
هتضرب المبيعات معايا ضربه بنت لذينه. حلو، فاروح اعمل الحركه دي. لا والله اكتشفت ان الحركه اللي انا بعملها مش شغاله مع الناس، الجمهور بتاعي مش متقبلها. حلو جدا. انا في الكورس بتاعي في المحاضره الرابعه في محاضره اسمها سيكولوجي اوف كاستمر. يعني ايه سيكولوجي؟ انا بخليك تدرس سيكولوجيه العميل بتاعك، بخليك تتخيل العميل بتاعك بكل تفاصيله من اول ما اتولد لغايه النهارده. حلو كده. طب هل انت هتنزل تسال الناس في الشارع انت عدد افراد صوتك كام، ولا انت ومعلومات عنه والكلام؟ لا طبعا. لا، انت بتتخيل الحاجات دي، ولما تيجي تنزل على ارض الواقع بتقارنها بقى بالتخيل بتاعك وتركبهم على بعض. فهمتوا النقطه دي يا شباب؟ فانت الحاجه اللي بديها لك النهارده دي حاجه ثابته، الخمس حاجات اللي اديتها لكم حاجه ثابته على اي مشروع. فانت لما تيجي تنزل تضيف يعني مثلا تحت بند الاعلانات والدعايه يجي لك مليون فكره اعلانات ودعايه، مليون فكره. تحت بند البروموشن مليون فكره للبروموشن، وهكذا. انت كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبله. حلو كده. فانا من وجهه نظري الاعلانات والدعايه فكره الايفنت اللي قالت عليه شهد ممتازه جدا جدا جدا. نخش على نقطه البروموشن. حلو كده يا جماعه. انا في الاعلانات والدعايه بعمل فكره للاعلان اللي انا هعمله. مثلا يعني احنا المره اللي فاتت شفنا الاعلان بتاع رمضان، صح كده؟ دي فكره، ربط الاعلان او البراند بتاعه باغنيه عيد ميلاد. دي فكره، صح كده؟ آه، اعلان تاني عن شركه العربي لما عن عيد الام وكده، برضه دي فكره، صح؟ واحد علق لك يافطه في الشارع بيعلن عن دواء جديد وواحد جايب صوره واحد ماسك بطنه، دي فكره. شركه شركه تامين يا شباب. يعني ايه شركه تامين يا دكتور محمد؟ شركه تامين سيارات مثلا، اللي هو بيامن لك على العربيه بتاعتك، كل شهر بتدفع مبلغ عشان تامن ايه على العربيه بتاعتك لو حصل لها حاجه. هوب عمل لك اعلان ان واحد طالع باسرته الجميله ورايحين يصيفوا ولا حاجه بالعربيه بتاعتهم، هوب عملوا حادثه، هوب ايه معهمش فلوس يصلحوا العربيه، فافتكر ان هو عامل تامين مع شركه كذا وكذا والدنيا فرحت والكلام ده كله. دي فكره. وصل لك شعور معين من الاعلان بتاعه. بصوا كده يا جماعه، خدوا الملاحظه دي عن حته الاعلان، حلوه جدا جدا جدا. الاعلان بتاعك علشان يأثر في الشخص اللي قدامك لازم يوصل له شعور معين، يا اما شعور سلبي يا اما شعور ايجابي. طب لازم الاعلان بتاعك عشان يأثر في اللي قدامك يوصل يا اما شعور سلبي يا اما شعور ايجابي. فانا لو طلعت يا شباب وقلت له والله المعجون ده مفيش منه اتنين في الدنيا، مش هيصدقك. بس لو جبت له مشهد قصصي لطفل صغير بيحب ياكل الحلويات والكلام ده كله وكل الاكل اللي نفسه فيه، هوب راح جاله تسوس في الاسنان، او مثلا شاب او مثلا راجل كبير ايا كان الفئه بتاعتك، بس وصلت له المعلومات اللي قالها حازم في صوره قصه. ما طلعتش قلت له المعجون ده هيحمي اسنانك من كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا، لا، كل الكلام ده وصلته له بس في صوره ايه؟ قصه. فهو حس ان القصه دي هتعود عليه، هو حط نفسه مكان بطل القصه. زي فكره العربيه اللي عملت حادثه من شويه، صح ولا لا؟ طب خد المعلومه الثانيه، عايز تاثر في اللي قدامك وصلها له بشكل قصه. حته جميله جميله جميله. انا دلوقتي عايز اكتب لك محتوى او اعمل لك اعلان فيديو ديزاين محتوى نص عادي ايا كان، بس عايز الاعلان ده يأثر فيك فتاخد قرار الشراء. مش هطلع اقول لك والله انا الكورس بتاعي 1 2 3 ومفيش منه 2 في الدنيا وهتطلع منه 1 2 3. لا والله انا هحكي لك قصه. واحد حب ان هو يتعلم ماركتينج، تمام، ولكن حصل معاه مشاكل، حب ان هو يصرف على نفسه في الجامعه، مش لاقي فلوس، يعني ظروف اهله في البيت مش كويسه، هوب بدأ يتعلم ماركتينج، هوب بدأ يشتغل، هوب بدأ يجيب فلوس. كل ده وصلته لك في شكل قصة. القصة يا جماعة بتأثر في طبيعة البشر تلقائي، ده حاجة في علم النفس، حاجة في علم النفس. القصص يا جماعة دايما بتأثر في الناس، تمام؟ ليه؟ لأن البني آدم نفسه بيحط
نفسه مكان ايه؟ مكان بطل القصه، فبيتاثر. واحد معاه عربيه ولقى الاعلان بتاع الحادثه بتاعت العربيه دي بتاع شركه التامين. طب والله العظيم، طب ما انا ممكن يحصل معايا كده. طب ما انا ممكن يجي في يوم من الايام وايه والعربيه بتاعتي يحصل لها حاجه زي دي. طب ما هو هامن مع شركه التامين دي افضل. شفت بقى ازاي؟ انا وصلت له بقى شعور سلبي. هي دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها. وصلت له شعور سلبي ان الحاجه دي لو ما عملتهاش هيحصل لك واحد اتنين تلاته. فهو لما حس بالشعور السلبي ده اللي هو الخوف، فبدأ ياخد قرار الشراء. مثال على شعور ايجابي: تخيل نفسك داخل المناسبه وانت واثق وشيك، كل اللي هنا عليك بدلتك الجديده هتخليك تحس بالفخر وتبان قد المسؤوليه من اول لحظه. هنا احساس ايجابي اللي بيركز. ممتاز، برافو عليك. اهو ده يا شباب مثال على احساس ايجابي. لو عرفت توصل الاحساس الايجابي ده في صوره قصه، هتبقى ايه، ليفل برو ماكس كده. فده بالنسبه لنقطه الاعلان يا جماعه. اعتقد كده نقطه الاعلان فهمنا احنا نعمل فيها ايه. انت كل ده عباره عن افكار. الاعلان عباره عن افكار. طب يا دكتور محمد والله انا مش عارف اجيب افكار، انا دماغي واقفه مش عارف اجيب افكار، اعمل ايه؟ ادخل بص على المنافسين، اعمل تغذيه واجعه من المنافسين بتوع المجال بتوعك. حلو كده. ما قلتلكش اعمل زيهم، لا، انت هتبص على ده وده 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 وكل دول، فهيتكون في دماغك حاجه اسمها تغذيه واجعه. حلو كده. فهتطلع في الاخر فكره ميكس ما بين الحاجات دي، او ممكن فكره احلى منهم كمان. طب والله يا دكتور محمد انا مش عارف اخش اطلع افكار من عند المنافسين. ادخل يا باشا على شات جي بي تي، ابدا اتكلم معاه وفكر معاه. شات جي بي تي هيديك افكار، ما قلتلكش خدها زي ما هي، لا، اقعد اتناقش معاه لغايه لما تطلع انت فكره ميكس ما بينك وما بين شات جي بي تي، حاجه جباره. جرب الحته دي هتلاقيها حلوه جدا جدا في الافكار معاك. البروموشن بتاعك جميل. حته الهديه اللي مع الكتاب دي هتخلي البروموشن بتاعك في حته ثانيه. إيه، بوك مارك، ستيكي نوت، إيه، قلم هايلايت. الحاجات دي مع الكتب بتفرق جدا. وسلام لو عملتي باكج كامل. لو عملتي باكج كامل، بوكس كده في الكتاب فيه ومعاه كل مستلزمات الكتاب دي. على فكرة عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، يعني حتة حلوة قوي. انت ممكن تزود على سعر الكتاب ما يقرب من 20 30 جنيه زيادة. العميل مش هيحس بال 20 30 جنيه زيادة. انت غطيت بيهم مصاريف ايه؟ الهدايا اللي معاه. والله انا جايب لك معاه ستيكي نوت وبوك مارك وقلم هايلايت وكل مستلزمات الكتاب دي، وعملت لك بوكس شيك. انا ما خسرتش، بس في نفس الوقت خليت البوكس يلمع في عينك. لما اجي اعرض لك البوكس ده غير لما اجي اعرض لك كتاب ساده. صح ولا لا يا شاه؟ ايوه بالظبط، بالظبط في فعلا. الحته دي في البروموشن هتوديك في حته تانية ولا لا؟ فعلا بجد كلام حضرتك صح. حلو. ده البروموشن يا شباب. انت تحته بقى تشتغل افكار زي كده، افكار كتير جدا. ادخل على شات جي بي تي وقول له انا عايز اعمل بروموشن للمنتج بتاعي كذا كذا، وابدا افكر معاه. هتلاقيه بيطلع لك افكار حلوه جدا مع دماغك انت. هتبقى في حته تاني بقى. طب ترند التسويق، الترند عملتيه ازاي يا شهر؟ هو ده صراحة أخدته برضو من فكرة حضرتك في المحاضرة، اللي هو إن أبدأ أسوق. يعني ما احتجتش مثلا اللي هو أكلم حد مثلا مشهور أو أسوق من خلاله وكلام من ده. أنا بس استعنت مثلا بأصحابي وكده، لأن حرفيا يعني بحس البنات مبدئيا، أنا ليا برضو ناس صحابي وكده عاملين اللي هو بدأوا يعملوا براندات ليهم وكده. فبدأوا ان هم يشيروا معانا مثلا اصحابهم المقربين، بدأوا يعملوا جروبات كده واصحابهم واصحاب اصحابهم وكلام من ده. فانا استخدمت برضو النقطة دي اللي هو عن طريق مثلا ممتازه. العيلة، على الاصحاب على فكره المقربين المقربين الترند قوي كده. الترند اللي قلت لكم عليه ده يا جماعه حلو جدا، ممكن تستعملوه في اي حاجه على فكره. سيبك بقى من زمايلك واصحابك والكلام ده كله. حته العملاء القدام، العملاء القدام ممكن يطلعوك ترند عادي جدا. انا بص اقول لك حاجه، يعني مش عارف قلتها لكم الحته دي ولا لا. يعني انا بشرح اكتر من دفعه اونلاين واوفلاين، فمش عارف قلتها ولا لا. بصوا يا جماعه، انا كراجل شغال في التسويق، حلو كده، بيجي عليا لحظات كده اللي هو ايه، يعني مخنوق، مفيش طاقه، دماغي فاصله، ضغط الشغل تعبني، الكلام ده كله، ومعايا عميل لازم اخلصه.
حلو. بعمل ايه بقى؟ بجيب عميل واحد، عميل واحد باي طريقه، بالخطه اللي قلت لك عليها، بخطه تانية انا عاملها بطريقتي انا، بجيب عميل واحد، والعميل الواحد ده هو اللي بيجيب لي 100 عميل بعده. ده لما بتخرب معايا خالص بقى. فاهمين الحته دي يا جماعه ولا لا؟ حلو. عن طريق الترند ده، ممكن عن طريق العملاء القدام اعمل الترند. ممكن بقى قرايبي اصحابي الكلام ده كله، معايا فلوس والدنيا حلوه، ممكن لا بس دي خليها في العلاقات العامه، السبونسر والكلام ده والبلوجر خليه في العلاقات العامه. المهم يا جماعه، اساس الترند عشان تبقى عارف بس كده، ان انت تعمل شير مع الفئه بتاعتك كامله، عن طريق معارف، عن طريق عملاء قدام، عن طريق ناس في المجال معاك، عن طريق تعاونات مشتركه، ايا كان. ده بقى بينقلنا عن العلاقات العامه. خلي بالكم يا جماعه، انا الترند والعلاقات العامه بدمجهم مع بعض. الترند والعلاقات العامه بدمجهم مع بعض، والاعلان والبروموشن بدمجهم مع بعض. ليه؟ لان البروموشن بحطه في الاعلان، يعني حته الهديه او البوكس او الكلام ده بحطها في الاعلان، فانا كده عملت البروموشن والاعلان مع بعض. والترند والبي ار بدمجهم مع بعض، لان كلامي مع السبونسر والبلوجر واصحابي والكلام ده كله، ده بيوصلني للترند. حلو. يبقى العلاقات العامه زي ما قلت لكم يا جماعه، ممكن اجيب سبونسر لو معايا فلوس. عارفين فكره السبونسر يا جماعه؟ مين يقول لي فكره السبونسر؟ ممكن اكلم بلوجر يشير لي المنتج بتاعي او ايا كان، انفلونسر، حد مؤثر في المجال بتاعي. ممكن اعمل تعاونات مشتركه توصلني للي انا عايزه في التسويق. الحته دي حلوه جدا جدا جدا. انا دلوقتي يا جماعه عملت وجودي معاكم النهارده علاقات عامه، اللي كلمني من اكاديميه ساينس ايديز علاقات عامه. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي بتكلم في بند العلاقات العامه. العلاقات العامه هي عباره عن فيد واستفيد. انا عايز استخدم الفيد واستفيد دي في التسويق. طب انا دلوقتي عايز اعمل تسويق لشركه بلو كام، عايز اعمل تسويق ليا انا كمحاضر ماركتنج. انا دلوقتي يا جماعه اقدر ان انا اعمل تعاون مشترك يخليني اسوق لنفسي. دلوقتي حد من ساينس ايديز جه كلمني علاقات عامه، يا دكتور محمد والله ان شاء الله احنا عايزين نقدم إيه كامب متكامل اساسيات النجاح المهني ومش عارف ايه، هيبقى معانا ماركتنج وسوفت سكيلز، وان شاء الله هنعمل كورسات تاني مع بعض والكلام ده كله. حلو كده. حلو. ايه الفيد اللي بتاعهم؟ ايه هم هيفيدوني بايه؟ انا قلت لك ان انا عن طريق العلاقات العامه عايز اطلع ترند. انا دلوقتي لما دخلت مع ساينس ايديز ودخلت شرحت ال 50 واحد من الفئه المستهدفه بتاعتي، فانا النهارده 50 واحد عرفوني عن طريق ساينس ايديز، فوصلني للترند ولا لا؟ تخيل معايا 50 من ساينس ايديز و50 من مكان تاني و50 من مكان تالت و100 و200 والكلام ده كله، 500 واحد. لما 500 واحد يعرفوني، انا كده وصلت ترند ولا لا يا شباب؟ وصلت ترند ولا لا يا شهد؟ ايوه بالظبط. حلو جدا. فده الفيد. طب الاستفيد بتاعهم ان هم برضه ايه؟ هم فادوني بكده، هم هيستفيدوا بايه؟ هيستفيدوا برضه ان المكان بتاعهم هيتعرف عن طريق المحتوى بتاعي، فالعمليه رايحه جايه. هم سوقوا لنفسهم وانا سوقت لنفسي، وهكذا. طب تيجي ندي مثال تعاون مشترك على البيع الكتب بتاع شهد. تقدري تدي لنا مثال يا شهد على ايه حضرتك؟ على مكان البراند البيع. بتاعك بتاع الكتب؟ تقدري تعملي تعاون مشترك مع حد؟ تعاون مشترك مع حد؟ ها، حد بعينه؟ أم، مش عارفة صراحة، يعني ممكن أفكر إن أنا مثلا ممكن أجيب حد. طيب يعني في كتير أصلا دلوقتي في انفلونسر مثلا، أو اللي هما دلوقتي في انفلونسر اللي هما بيحبوا مؤثرين حرفيا في الطلبة حاليا، يعني حلو. كذا حد. فدول اصلا يعني بيحبوا القراءة وكده، فممكن لما اجيب او اتعاقد مع الشخص ده، او ان انا اكلم الشخص ده، يعني حتى وسيلة التواصل اصلا يعني بين الانفلونسر دول وبين الشخص مثلا ممكن تكون يعني سلسة، مش اللي هي محتاجة يعني. فلما الشخص ده يبدأ ان هو يجي يزورني مثلا في المكان، في الستور بتاعي بتاع الكتب،
ويبدأ يوصي مثلا ويقول مثلا انا جات لي اللي هو طلبت اوردر كذا كذا من اسمه ايه ده، من ستور كذا كذا، ويبدأ بقى يشكر في المنتج واللي هو طريقة التوصيل والخدمة وكده. فده اعتقد يعني هيبقى حاجة حلوة، يعني هو ممتاز، برافو هيفيدك. عليك. طب هديكي فكره من دهب، فكره بقى لو عملتيها هتظبط معاكي قوي. انا دلوقتي لو في المحافظه بتاعتي نزلت لكم مكان محل بيع كتب زيي، حلو كده، واتفقت معاهم على حاجه حلوه، والله احنا ان شاء الله هنأجر مكان فلان الفلاني، نادي مثلا او قاعه او ايا كان، وهنعمل زي معرض كتب كبير جدا في محافظه سوهاج مثلا، وهنعمل معرض كتب في محافظه سوهاج، سوهاج كلها هتسمع عنه، كل الناس اللي بتحب الكتب هتروح للمعرض ده. طب المعرض ده مشارك مين فيه؟ مشارك فيه فلان وفلان وفلان وفلان، حلو كده، فلان احمد ومحمد وشهد وزياد مثلا. والله زياد هينزل لل 7000 واحد اللي عنده على البيدج، شهد هتنزل لل 15000 واحد اللي عندها، مش عارف محمود هينزل للي عنده، فكل دول هيجوا. فانا العملاء بتوعي قدمت لهم قيمه مضافه حلوه، حبوها وعرفوني بيها اكتر وبقوا عملاء دائمين اكتر عندي، اتعلقوا بيا اكتر. وكمان العملاء بتوع الثلاث مشاركين اللي معايا التانيين برضه عرفوني انا. لو حاولت في المعرض ده اظهر واتميز عن المشاركين اللي معايا، انا كده وصلت للتوب ليفل بقى في التسويق. ايه رايك في الحته دي يا شهر؟ فعلا كلام حضرتك حقيقي فعلا. تعاون مشترك ولا لا؟ فعلا فعلا. بالظبط. مديرة أكاديمية تدريب تاني كلمتني من كام يوم، هي معرفة قديمة لينا وكده، تمام، واتفقت معايا يا دكتور محمد والله احنا عايزين نعمل ورشة تسويق اوفلاين في الجيزة، حلو كده، انا من سوهاج، انا هنزل لها مخصوص، هنزل لها مخصوص، دي حاجة ليها هي وبتاع عشان يعني احنا معرفة قديمة والكلام ده كله. فهنعمل ورشة تسويق مشتركة ما بيني وما بينها، العملاء بتوعها هيعرفوني، والعملاء بتوعي هيعرفوها، واحنا الاثنين قدمنا قيمه مضافه للعملاء بتوعنا. فده تعاون مشترك ولا لا يا شباب؟ هو ده العلاقات العامه. انا هوصل بالعلاقات العامه للترند. انا كده عملت الاربع حاجات، فاضل ايه يا شهد؟ ندخل بقى في محتوى المحاضره بتاعتنا ان شاء الله، يعني هو حاجه بسيطه خالص وهتعجبكم باذن الله. القمع التسويقي، نكمل كده مع بعض يا شباب. القمع التسويقي جاي من اسمه، مسمى القمع. عارفين شكل القمع يا جماعه؟ اه يا دكتور محمد كلنا عارفينه، حلو جدا. إيه قال لك القمع التسويقي ده؟ انا دلوقتي جبت عميل، صح كده، خلاص المحاضره اللي فاتت اتعلمت اجيب عميل، انا عايز احول العميل الجديد اللي عندي ده لعميل دائم. تمام، تمام. اول حاجه القمع التسويقي مقسم معايا لثلاث مراحل: مرحله ما قبل البيع، ومرحله اثناء البيع، ومرحله ما بعد البيع. ركز معايا يا جماعه علشان تفهم القمع التسويقي: ما قبل البيع، واثناء البيع، وما بعد البيع. اعملوها لي في صوره جدول، ايه رايكم؟ انا عايزكم تعملوها في صوره جدول عشان تفهموا. جدول اربع صفوف واربع اعمده، حلو كده، حلو. خلينا في الاعمده الاول. الاعمده، العمود الاول سيبه، العمود الثاني اكتب سوق المستهدف، العمود الثالث رسالتي لسوق المستهدف، العمود الاخير وسيله التواصل. نخش على الصفوف. اول صف سيبه، اللي هو اللي من فوق خالص، ده يبقى بوجه المقارنه، زي ما كنا بنعمله زمان، تمام. تاني صف مرحله ما قبل البيع، الثالث اثناء البيع، الرابع ما بعد البيع. حد عنده مشكله في الجدول يا جماعه؟ تخيلتوه كده، من فوق ثلاث خانات: سوق المستهدف، رساله سوق المستهدف، ووسيله التواصل. على الجنب بقى بالطول: ما قبل البيع، اثناء البيع، ما بعد البيع. ثلاثه وثلاثه، حلو كده يا جماعه، حلو جدا. قال لك ايه؟ قال لك في مرحله ما قبل البيع دي انا بعمل حاجه كده يا شباب، عشان يعني حته ادفانس شويه، بس ايه، ركزوا معايا فيها. انا كواحد مثلا لسه ببدا، او واحد لسه بعمل خطه تسويقيه، حلو كده، لازم اعمل حاجه اسمها سيجمنتيشن.
حد سمع عن السيجمنتيشن قبل كده؟ او حد يقول لي يعني ايه سيجمنتيشن بالعربي يا شباب؟ السيجمنتيشن ده يا جماعه انا بعمل دايره كبيره كده، الدايره دي هي السوق. حلو كده، حلو جدا. انا مثلا كشركه تدريب المفروض اقسم السوق بتاعي لايه؟ والله انا عندي بستهدف طلاب وخريجين فريش وخريجين خبره. حلو كده، بس كل فئه من دول بستهدفهم بنسبه معينه. ازاي يا دكتور محمد؟ والله انا عندي الطلاب هي اقوى فئه عندي. ليه؟ لان هي اكبر فئه محتاجه الخدمه بتاعتي، طلاب الجامعه. فانا هقسم الدايره دي 50% طلاب جامعه. جميل جميل. طب ال 50% التانيين يا شباب مقسومه ما بين الخريجين الفريش والخريجين ايه الخبره. شايفين صوره عامله زي القمع، عامله زي المثلث المقلوب، صح كده؟ حلو. اول مرحله يا جماعه اللي هي من فوق الكبيره خالص دي مرحله ما قبل البيع. خلينا نسميها يعني المرحله الاكبر عدد عملاء. شايفين يا جماعه الصوره دلوقتي؟ شايفين الصوره اللي حطها زميلتكم شهد دي؟ هي دي نفس بس اللي احنا نقفلها بقى. بنتكلم عليه. القاعده اللي من تحت يا جماعه، شايف حاطه هي لك كام واحد؟ واحد اتنين تلاته، حاطه لك 7 اشخاص. هي دي مرحله ما قبل البيع يا جماعه. انا في المرحله دي 100 عميل جه وخد العينه المجانيه، 100 عميل جه وخد الخصم الكبير، 100 عميل جه وخد مثلا وانت معدي في الشارع اكيد قابلت الموقف ده، محل برفيوم بيديك ورقه كده عليها ايه البرفيوم بتاع المحل، فانت تشمه كده يا الله حلو جدا. 100 عميل خدوا الورقه دي، صح ولا لا يا شاه؟ ايوه بالظبط. حلو. فبقى رسالتي اللي انا عايز اوصلها في المرحله دي ايه بقى؟ رسالة الشيء المستهدف ده زي ما زميلكم قال وزي زميلتكم إسراء قالت في الكومنتات برضو، أنا هختصرها في كلمتين بس يا جماعة. أنا موجود بس. هي دي رسالتي اللي أنا عايز أوصلها للسوق بتاع المستهدف. أنا موجود. أنا محل برفيوم وبقدم برفيوم ما فيش زيها في السوق. أنا مع مطعم كشري والكشري بتاعي زي العسل. أنا محل حلويات والحلويات عندي حاجة زي الفل. أنا شركة كورسات والكورسات عندي جودتها عالية جدا. انا موجود. حلو كده يا جماعه. فيبدا العملاء يهتموا بيا. شفت بقى الحته الجميله دي؟ يبدا العملاء ايه يهتموا بيا اول ما يعرفوا ان انا موجود ويجربوا الحاجه بتاعتي، فهيبداوا يهتموا بيا. حلو كده. دي مرحله ما قبل البيع. وسيله التواصل في مرحله ما قبل البيع، انا عايز اثبت وسيله التواصل يا جماعه. في الثلاث مراحل عايز اثبت وسيله التواصل. وسيله التواصل يا شباب تبقى اسهل ما يكون. انا وقفت السكرين، خليكم بقى مع الفايل بتاع شاهد الصور اللي وريتها لكم دي عشان تبقوا مصحصحين معايا. حلو جدا. وسيله التواصل يا شباب اسهل ما يمكن. زمان كنا نقول مثلا في مرحله ما قبل البيع اسهل ما يمكن، في مرحله اثناء البيع ممكن تصعب شويه، في مرحله ما بعد البيع ممكن تصعب اكتر. يعني حتى لو صعبتها هتبقى سهله عليك بس ممكن تصعبها على عميلك عادي. زمان كنا نعملها عادي، لكن دلوقتي انا من وجهة نظري الشخصية مثلا، والاتجاه اللي احنا بنتجهه حاليا في التسويق في العصر الحالي، العصر ده يا شباب في التسويق اسمه عصر الميتافيرس عشان تبقوا عارفينه. عصر الميتافيرس في التسويق. فيليب كوتلر ابو علم التسويق، الكتاب الاخير بتاعه من قريب جدا، الكتاب الاخير بتاعه اسمه التسويق 6.0، التسويق في عصر الميتافيرس. حلو كده. احنا دلوقتي بقينا في عصر الميتافيرس. يعني ايه عصر الميتافيرس؟ يعني لو رسالتك التسويقية ما وصلتنيش في ثانية واحدة مش هتوصلني. وانا هنا لما بقول ثانية واحدة مش بقولها مجازا، انا بقولها بالفعل ثانية واحدة. رسالتك التسويقية لو ما شدتنيش في ثانية واحدة يبقى كأنها ما عدتش عليا. حد يقول لي ليه الحركة دي يا جماعة؟ ليه احنا في العصر الحالي بقينا كده؟ العميل بتاعك يا شباب ما بقاش عنده خلق. خلاص على كده. العميل في العصر الحالي ما بقاش عنده خلق لأي حاجة في الدنيا. ما فيش واحد فينا النهاردة مش بيقعد على تيك توك أو ريلز بتاعت الفيسبوك أو الشورتس
بتاعه اليوتيوب او الريلز بتاعه الانستجرام، مفيش حد فينا مش بيقعد على الحاجات دي. الحاجات دي مدتها دقيقه، 30 ثانيه، 40 ثانيه. طول ما انت قاعد تك تك اقلب اقلب اقلب. الفيديو من اول ثانيتين ما عجبكش اقلب، ثانيتين تاني ما عجبكش اقلب. خلاص العميل دماغه اتبرمجت على ان الحاجه سريعه. حلو كده. فانت رسالتك التسويقيه لو ما وصلتنيش في ثانيه واحده مش هتوصلني اصلا بالسلامه انت ورسالتك. جميل. كان عندي موظفه اشتغلت جديد في الشركه. حلو كده. فكانت بتسوق لكورس عندي، فكانت حطت ستوري على الواتس. وحطت ايه في الستوري؟ انا قلت لهم في التدريب حط في الستوري لينك جوجل فورم او لينك جوجل واتساب العميل يدخل عليه. فهي ما عملتش كده، عملت ايه؟ حطت رقم تليفون للحجز، تواصل مع الرقم ده في الستوري بتاعت الواتس. حلو كده. فانا قاعد بالليل قبل ما انام كده من عادتي ان انا ببص على الاستوريهات، بقعد افصل دماغي شويه الكلام ده، فشفت الستوري بتاعتها. حلو. فانا دخلت سالتها سؤال: دلوقتي احتماليه ان العميل بتاعك ياخد الرقم اللي انت حطيتيه ده كوبي ويروح يسجله عشان يتواصل معاه على الواتساب عشان يحجز الكورس، كم في المية؟ تكاد تكون 1%. شفت ازاي؟ والله لو الكورس بتاعك ده هيدخلني الجنة مش هعمل اللي انت عايز تعمله ده. مش هاخد الرقم كوبي وهسجله بعد كده ادخل اتواصل عليه واتساب، مش هعمل ده. هو ده العصر اللي احنا عايشين فيه. شركة امازون يا شباب، شركة امازون حاليا لو تطول ان هي تحط لك المنتج بتاعك على السرير بتاعك هتعمل كده. ايه رأيك بقى؟ هو ده العصر اللي احنا ماشيين فيه حاليا. لذلك في وسيلة التواصل يا جماعة اسهل ما يمكن. مثال بسيط، انا لو بستهدف طلاب وخريجين مثلا يا شباب، وسيلة التواصل السهلة بالنسبة لهم ايه؟ لو انا بستهدف طلاب وخريجين يا جماعة، ولا لينكد ان ولا انستجرام ولا اي حاجة، هو الواتساب. اسهل وسيلة ممكنة الواتساب. كم واحد فينا بيعدي عليه يوم كامل ما بيفتحش الواتساب؟ ولا واحد. ودي اضمنها لك بالعشرة. ولا واحد بيعدي عليه يوم من غير ما يفتح الواتساب. طب انا لو هدرب تيم تسويق في شركه، اتواصل معاهم عن طريق الواتساب؟ اتواصل مع الشركه عن طريق الواتساب؟ لا، لان دي وسيله تواصل صعبه بالنسبه للشركه. وسيله التواصل السهله بالنسبه لهم الجيميل، اتواصل معاهم عن طريق الجيميل. فانت بتشوف اسهل وسيله تواصل ممكنه مع العميل بتاعك وتعملها. حلو كده يا جماعه. حلو جدا. في مرحله ما قبل البيع، العملاء اللي جم واشتروا الحاجه المجانيه او خدوا الخصم او خدوا الهديه او الكلام ده كله، اسمهم ايه يا جماعه؟ اسمهم عملاء محتملين. المرحله الكبيره ال100 عميل دول عملاء محتملين. دلوقتي يا شهد ال100 عميل جم وخدوا ريحه البرفيوم التجريبيه دي. حلو كده. بكره كم واحد هيجي يشتري البرفيوم اللي هو شمه ده يا شهد؟ يعني اكيد عدد اقل. حلو. يعني تعال نقول 50 مثلا، صح كده؟ ممكن لو هنقول ارقام. فالدايره الاولانيه صغرت ولا لا؟ ايوه بالظبط so. حلو. ندخل على المرحله الثانيه، مرحله اثناء البيع. اثناء البيع يا شهد، مين سوق المستهدف في مرحله اثناء البيع؟ سميناهم ايه من شويه يا جماعه اللي انا هستهدفهم دلوقتي؟ اللي اتبقوا من المرحله الاولى، ال50 اللي جم يشتروا من ال100 بتوع المرحله الاولى. مين يا جماعه؟ بالظبط، ممتازه يا اسراء، اسراء جبر ممتازه. المحتملين. العملاء المحتملين هم سوق المستهدف في مرحله اثناء البيع. ما انا حاليا بصفي. تمام تمام. انا بقى في رسالتي في مرحله اثناء البيع، هل يا جماعه، هل يا اسراء دلوقتي العميل اللي اديته ازازه البرفيوم، ريحه البرفيوم امبارح اللي على الورقه دي، هاجي النهارده هديله ازازه برفيوم من اغلى البرفيوم اللي عندي في المكان؟ فانا دلوقتي يا جماعه ممكن اعمل له اوفر، ممكن اديله حاجه جودتها عاليه بس سعرها بسيط، ممكن اقدم له هديه. انا حاليا عايز احببه في المكان ده. فرساله السوق المستهدف في مرحله اثناء البيع هي اسعاري مميزه. حلو كده. لما العميل بتاعي يشوف الحته دي مني، هو الاول كان مهتم بيا في مرحله ما قبل البيع،
هيبدا في مرحله اثناء البيع ايه؟ يثق فيا. يثق فيا يعني ايه يا جماعه؟ يعني هو خلاص اشترى حاجه ملموسه من عندي، عارف المنتج اللي عندي، عارف الجوده اللي عندي، وثق فيا ان انا مش بتاع كلام وخلاص، وثق فيا ان انا فعلا منتجاتي حلوه زي ما هو شاف في التسويق، زي ما هو شاف الحاجه المجانيه فعلا الحاجه اللي اشتراها بعد كده جودتها اعلى من الحاجه المجانيه كمان. فيبدا العميل في مرحله اثناء البيع يثق فيا. ال 50 عميل دول هنسميهم ايه؟ هنسميهم عملاء مستدرجين. عملاء يا شباب ايه؟ مستدرجين. هي كده اسمها كده في العلم، مسماها كده. تمام؟ طب نخش على المرحله الثالثه. خلاص الحمد لله على السلامه بقى، انا حاليا في المرحله الثالثه دي عايز اوصله لعميل دائم. العملاء ال 50 عميل دول اللي اشتروا مني الحاجه اللي بخصم 50% مثلا، كم واحد فيهم هيجي يشتري مني الحاجه الاعلى او الحاجه اللي سعرها عالي؟ كم واحد يا شباب؟ طب ايه رسالتي اللي عايز اوصلها لسوق المستهدف في مرحله ما بعد البيع؟ خلاص في مرحله ما بعد البيع بقى يا شباب هو ايه؟ هيشتري مني الحاجه اللي بسعرها عالي، هيشتري مني اي حاجه على كده بسعر اي سعر. خلاص هو اتحول في مرحله ما بعد البيع الى عميل دائم. بس كده. العملاء في مرحله ما بعد البيع اسمهم عملاء دائمين. الرساله اللي وصلت له العميل الدائم ده ان هو بقى مميز، بقيت مميز عند العميل. انا بقيت مميز عند العميل، هو خلاص مش هيشتري برفيوم غير من المحل بتاعي، وهيخلي قرايبه واصحابه والكلام ده يشتري برفيوم برضه من المحل بتاعي. حلو كده يا جماعه. ووسيله التواصل طبعا مثبتينها من الاول، اسهل وسيله تواصل ممكنه. وهو ده يا جماعه القمع التسويقي. انا وصلت العميل بتاعي اللي جبته، عميل جديد ده، الى عميل دائم عن طريق الثلاث مراحل اللي انا قلتهم.